اصعب حاجه في البيع على امازون ازاي تختار المنتج اللي انت هتشتغل فيه او تقدر تبيعه. طبعا انك انت تعمل منتج خاص بيك ده حاجه مفروغ منها ان دي افضل حاجه، لكن تقدر لو انت ما عندكش منتج او مش عارف تختار منتج تقدر تختار علامه تجاريه مشهوره بتعمل اعلانات بيكون منتجاتها مطلوبه وتقدر تبيعها. تمام. معظم المنتجات المشهوره موجوده على امازون، ما انتش محتاج اصلا ان انت تقدر تعمل لسته جديده ولا تضيف المنتج من الاول وجديد، لا هو اوريدي اصلا بيبقى موجود. ومعظم البراندات المشهوره للاسف ما حدش بيبيعها على امازون، تقدر انت تجيبها بسعر مخفض في اي عرض بينزل تبع الماركه المشهوره دي وتقدر تبيعها. لكن الموضوع ده طبعا بيكون ليه شروط معينه، ويكون لازم فواتير، ولازم ويكون برضو ان ممكن يعمل لك مشكله في المستقبل، ان ممكن حسابك يتقفل للاسف بسبب ان لو جالك ريفيو مش كويس او حد قال ان المنتجات بتاعتك مش اصليه. لكن ازاي تحمي نفسك من الموضوع ده شرحت قبل كده في فيديو زي كده، لكن هقولها سريعا. انك انت في فاتوره الشراء اللي انت بتشتري بيها لازم يكون ليها طريقه معينه، زي انك يكون مثلا عدد المنتجات اللي انت هتشتريها من البراند ده يكون ازيد من 10 قطع. العنوان اللي موجود في الفاتوره دي نفس العنوان اللي موجود على امازون. اسمك اللي موجود في الفاتوره نفس اللي موجود على امازون برضو. الفاتوره تكون جديده، ما يكونش عدى عليها 180 يوم. كل الحاجات دي بتبقى موجوده في الفاتوره. لو جالك عليها اي ريفيو او حصل لك اي مشكله بتقدم طلب نظر من حساب البيع بتاعك لامازون، وان شاء الله امازون بتشيلك الريفيو ده او تشيلك المخالفه اللي موجوده وبتفعل لك الحساب تاني، وان شاء الله امورك بتبقى طيبه. لكن لا قدر الله امازون ما اقتنعتش بالكلام ده وفعلا انت ما كنتش جايب الاوراق المطلوبه دي او الفاتوره المطلوبه دي، للاسف حسابك ممكن مهدد بالخطر او ممكن حسابك يتقفل. لكن لازم تكون حاطط النقطه دي في تفكيرك وانت بتختار المنتج. لكن انك انت تبيع براند مشهور حرفيا من اكتر الحاجات اللي تقدر تجيب بيها او تحقق بيها ربح عن طريق امازون، علشان البراند اصلا ده بيكون مشهور معروف، الناس واثقه فيه عارفاه. بيكون اصلا الناس مجرباه، مش لسه هيجربوا المنتج بتاعك. بيكون اصلا في المنتج ده متباع اصلا عن طريق امازون امريكا او متباع على اي اسواق تانية غير السوق المصري، وبيكون فيه ريفيوهات كتير جدا، والريفيوهات كلها بتبقى 4 نجوم و5 نجوم. بيكون المنتج فعلا كويس، فالناس بيبقى عندها مصداقيه جدا ان هي تشتري المنتج ده. كمان ان المنتج ان البراند نفسه بيعمل دعايه على طول، فانت ما انتش محتاج تعمل اعلانات اصلا على امازون، عشان ده بياخد من تكاليف المنتج اصلا عليك او من ارباحك وانت بتشتغل. لازم تعمل اعلانات، فالناس اصلا بتبقى شايفه البراند، شايفه المنتج، تبدا تشتريه على طول من غير ما انت تعمل اعلانات، يبقى عليه طلب على طول، يعني من غير ما انت بتطلب، من غير ما انت تعمل اعلانات يعني. فالحاله دي بتحقق ربح كويس جدا. معظم البائعين اللي موجوده على امازون امريكا وبيحققوا ملايين حرفيا من الموضوع ده، وناس كتير كانت شرحت الموضوع ده ان هم وقت ما بينزل عرض كويس قوي في ساعات البراندات بينزلوا خصم 50% وينزلوا 40%، وساعات يوصل الخصم 70%. في الحاله دي بتروح تشتري، والافضل انك تشتري اونلاين عشان تقدر تجيب الفاتوره اللي فيها التفاصيل اللي انا شرحتها في الفيديو ده، وبعدين تستلم المنتجات دي، وبعدين انت بتوديها امازون او بتوديها المخازن بتاع امازون يعني، او تخليها تشحنها من بيتك وتقدر تبيعها. فعلا الناس بتحقق ملايين من الموضوع ده، بس لازم تكون عارف ان ممكن حسابك يتقفل، فخد بالك من النقطه دي جدا، ولازم تجيب الفاتوره وتكون مأمن نفسك من الموضوع ده.